السلام عليكم متابعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في قناة تحريات بوليسية. كل يوم في قناتنا كنعرض قضية من القضايا اللي وقعت في المغرب، فنتمنى انكم ما تبخلوش علينا بلايك ومتابعة، ونبداو على بركة الله قضية اليوم. واحد العائله اللي تتكون من الزوج والزوجه ديالو. عندهم الابناء ديالهم، ناس كبار شويه في السن، الوالدين كبار شويه في السن، تقريبا الاب في العمر ديالو ديك 80 سنه، الام كذلك تقريبا في نفس السن، ولادهم كبار ومزوجين. كيف قلت السيد بدا تيتقدم شويه في العمر، ولادو ولاو مكلفين بداك الفلاحه ديالهم، بداك البعيم. عندهم شي ارض فيها الزيتون، وهي ارض شاسعه كما جا في المكسطره. ولادهم مزوجين وساكنين مع باهم في نفس الدار. ولكن كاين واحد الولد اللي هو الولد الصغير في خوتو، شاب تقريبا في العمر ديالو ديك 28 29 30 سنه. هذا الولد هذا ما ساكن شي معاهم بالحق، هو كاين في مدينه مراكش، كيقرا تما، طالب دكتوراه. كيجي مره تيزور الاهل ديالو في مدينه بن قرير، كيبقى معاهم ديك اسبوع على حسب العطله اللي عنده، كيرجع ثاني لمراكش. سنين الولد باش خوا مدينه بن قرير طلع مدينه مراكش. سنين. نزيد نقول واحد القضيه مهمه في هذه القضيه هذه، ان هذا الولد الصغير رغم انه هو الصغير في خوتو، ولد ما باقي ما مزوج ما والو، الا ان كلمته مسموعه عند بواه اكثر من خوتو اللي كبر منه. اي بواه تيسمع ليه هو وما تيسمعش لخوتو. الاب شويه صعب الميراث، صعيب في التعامل ديالو، قاصح، ما كاين حتى شي واحد يقاومه، كلمته ما لا تعلو عليها كلمه في الدار. ولادو الكبار لا مرته ولا حتى شي حد. ولكن هذا ولده الصغير اللي في العمر ديالو كيف قلت ديك 30 سنه، هذا الطالب تيسمع ليه باه، تيدير بالاراء ديالو، تيستشر معاه، لانه تعتبره طالب، تعتبره مثقف، تعتبره عنده النباهه، عنده افكار، تيسمع ليه. زيد على ذلك هو الولد الصغير. على اين واحد العطله، وكان شهر 7 من هاد السنه ديال 2003. الولد لما تيجي في ديك العطله الصيفيه تتسالي الدراسه، كيجي لدارهم، ماشي كيبقى يتسارع عليهم، لا، الولد تينوض تيخدم، تيساعد، يمشي للزيتون، يمشي للفلاحه هنا، يمشي هنا يمشي هنا، المهم خدام معاهم. داكشي اللي تيدير خوتو تيدير هو، ربما اكثر. كيجي متحمس، متوحش ديك البلاد ديالهم. واحد الليله السيد لما تيسالي في العشيه، اي هذا الولد هذا في عمر 30 عام كيسالي الفلاحه مع خوتو، تيبدل عليه، تيهز واحد البيكوب عندهم، كيطلع للفيلاج عند صحابو، وعنده بزاف ديال صحابو من نفس الدوار تقريبا، من نفس الفيلاج، ولكن عنده واحد الصديق مقرب ليه. مره تيبات عنده. هذه نقطه مهمه جدا. مره الوالدين ديال هذا الولد هذا، ديال هذا الطالب، اعتادوا ان ولدهم شي مرات ما تيباتش الدار، وعارفينه، مطمئنين عليه، عارفين الولد مرزن، عنده شخصيه، ما يمكنش يخافوا عليه، عارفينه تيبات عند صاحبه. في ديك الليله الولد سالا كيف قلت الاشغال ديالو، خدا البيكوب ومشى طلع للفيلاج عند صحابو. والديه تيتسناوه، وصلت تقريبا ديك 9 د 10، عرفوا بانه ما غاديش يجي، عرفوا بانه غيبات عند هذاك صاحبو اللي قريب ليهم تما في الدوار، كاينه شي مسافه تقريبا ديال 2 ديال الكيلومتر. داك صاحبو مره كيف قلت تيعرض عليه. في ديك الليله وصلت تقريبا ملي قاد ديك 10 ونص 11 ديال الليل، حداهم واحد الغابه في داك الدوار. هذيك الغابه هي ماشي شي غابه صيد، غابه فيها شي اشجار كثيفه، ولكن ماشي شي غابه اللي عندها شي مكان شاسع او مساحه شاسعه. الناس في ذاك الوقيته ديال 10 ونص 11 ديال الليل سمعوا طلقات ناريه. الناس اختلفوا بعد ما خداو الناس ديال الدرك الملكي الاقوال ديالهم، قال لك اودي سمعنا 2 ديال الطلقات، كاين كيقول لك 3، كاين اللي كيقول لك 4، ولكن كلشي تيقول اودي بانه كاين 2 ديال الطلقات واكثر. الناس في ديك الليله سمعوا صوت القرطاس، ولكن ما تمكنوش من تحديد المكان او مصدر الصوت منين جا، لان ديك الغابه ما حداهاش السكان بزاف، وكان حنا تنعرفوا بان الصوت ديال القرطاس صوت مجهد. الاين دازت هذيك الليله، الغد لي في الصباح
شي ناس دايزين ميقات تقريبا ديك السونس 7 ديال الصباح، دايزين من هذيك الطريق بجنب الغابه، تيلقاو واحد الولد اللي تعرفوا عليه، عرفوا شكون هو، قال لك هذا ولد فلان، سيد مقتول مرمي تما مضروب بالقرطاس، عنده ضربه في الراس ديالو، عنده ضربه في الصدر ديالو، وسط الصدر ديالو. هذوك الناس رجعوا للدوار تيقلبوا على الوالدين ديالو، خبروهم قالوا لهم ودي بينا راه الولد ديالكم فلان راه مقتول في المنطقه الفلانيه. جاو الوالدين ديالو تما تيشوفوا، الناس خبروا الناس ديال الدرك الملكي، جاو الجدرميه لعين المكان، جاو كذلك الناس ديال التشخيص القضائي، لقاو الوالدين ديال الضحيه وعائلته كاينين تما، لقاو الناس اللي عثروا على الجثه واللي اكتشفوها في ذاك الصباح، اللي طلبوا من الناس ديال الجدرميه شكون اللي اكتشف الجثه، تقدموا قال لك اودي حنا اللي اكتشفنا الجثه، جوج ديال الناس، جوج ديال الرجال، قال لك اودي حنا مارين من هنا بداك الكرويله ديالهم باتجاه السوق، قال لك اودي حتى لقينا هذا الولد هذا، حنا عرفنا شكون هما، فين والديه فين عائلته، قال لك اودي حنا. ولكن تبين من خلال ما لاحظوا الناس ديال التشخيص القضائي، قال لك هذا الولد هذا ما تقتلش هذا الصباح، هذا تقتل ساعات كثيره، هذه على الاقل واحد 10 ديال السوايع، اي تقريبا ما تقتلش في هذا الصباح، هذا تقتل البارح بالليل. وهاد القضيه ديال ان الناس ديال التشخيص القضائي تيرجحوا بين الولد ما تقتلش هذا الصباح وبانه ساعات كثيره هذه اللي مرت على القتل ديالو، من خلال طبيعه الدماء اللي تلقات. الدم تيكرم، تيكبد، كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، تيتجمع، تيولي كيكرم وكيلصق على الجلد وتيولي تيتقشر. قال لهم هذا الولد هذا وقتاش اخر مره شفتوه، قال لك اودي هذا الولد هذا راه ما ساكن شي معنا، وراه كيجي عندنا غير في هذه العطله، هذه العطله الصيفيه، وراه كيقرا في مدينه مراكش، طالب دكتوراه. ايوا البارح ما باتش في الدار، قال لك اودي لا ما باتش في الدار، قال لك موالف تيبات عند صاحبه. شكون صاحبه؟ قال لك صاحبه فلان. ولكن المعطى اللي غادي يبان جديد في هذه القضيه وصرحوا به الوالدين ديال الضحيه، قال لك اودي ولدنا راه لما تيسالي الاشغال ديالو ميقات ديك 5 6، قال لك كيبدل عليه وكيهز واحد البيكوب ديالنا، البيكوب ما لقاوهاش تما الناس ديال الدرك الملكي، ولا حتى الناس اللي اكتشفوا الجثه ما بانش لهم شي سياره. بالحق الناس ديال التشخيص القضائي لاحظوا بانه كان اثار ديال السياره تما، كانت شي اثار ديال السيارات، اما كانت كتمر من تما اولا كانت كدير الدوميتور او كذا وكذا، ولكن دوك الاثار تخلطات باثار اقدام ديال الناس اللي تجمعوا تما. صعيب يرفعوا الناس ديال الدرك الملكي، صعيب، ولكن بان بان المكان مرون كيف كنقولوا. الناس تما الجدرميه تيديروا المعاينه ديالهم، الناس ديال التشخيص القضائي كذلك، لقاو بعض الشظايا ديال القرطاس، الضحيه فيه جوج ديال الضربات، وحده في الراس ديالو او في الوجه ديالو، وحده عنده وسط القفص الصدري. مع ذلك لقاو اثار ديال الشظايا ديال القرطاس هنا وهناك، تقريبا شي 4 ديال القرطاسات اللي لقاو، من غير جوج ديال القرطاسات اللي تسددوا للضحيه في صدرو. ما عرفتش حسب ما جا في المسطره رجحوا بانه ربما هادو شي 5 ولا 4 ولا 6، يمكن المهم اكثر من جوج. والناس تما صبحوا في ذاك الصباح، قال لك اودي راه حنا سمعنا اثار ديال القرطاس البارح نعاش، وقال لك اودي تقريبا ميقات ديك 10 ونص 11 ديال الليل. وحتى الوالدين ديال الضحيه قال لك اودي فعلا حنا من الناس اللي سمعنا القرطاس، ولكن ما عرفناش المصدر ديالو، ودوك القرطاسات تسددوا في واحد الوقت وجيز، اي كان وقت تسددات الاولى والثانيه والثالثه كان بشكل متتالي. قال لك ما عرفناش، ما حددناش المصدر ديال الصوت منين جا. خرجوا بعض الناس كيحاولوا يسمعوا، ولكن ما عاودش القرطاس تسمع. على اين سمعوا الجدرميه الشهود اللي قال لك اودي حنا مارين من هنا، هاد الولد هذا الله يرحمه راه ولد الجيران ديالنا، حنا غاديين للسوق. الوالدين قال لك اودي هذا ولدنا، ولكن هذه المعطيات اللي ذكرت قال لك راه هو كيقرا في مدينه مراكش، وراه دابا تقريبا هذه واحد الاسبوعين باش هو جا صافي سالات القرايه سال هذا. قالت لك اودي راه جا هنايا تيعاون خوتو وتيخدم على راسو. متابعينا الكرام، واحد القضيه فاتني ما صرحتش بها، هو انه بحسب محضر المعاينه الجدرميه لقاو تما بجنب الجثه واحد الزرواطه، اي واحد العصا ديال الخشب اللي تعرفوا عليها العائله ديال الضحيه، قال لك هذه ديالنا تتكون في البيكوب. غريب. السؤال اللي تطرح في هذه القضيه، بما ان السياره ما تلقاتش بعين المكان، اذا واش هادو اللي قتلوا الولد قتلوه على ود السرقه باش يسرقوا البيكوب؟
تقريبا اكثر من 3 واكثر من 4 ربما احتمال كبير، وهادشي غادي تصرح به من بعد شحال من قرطاسه اللي خرجت من السلاح. واش هادشي كامل على ود السرقه ديال السياره؟ ولكن اللي نفترض ان هاد الناس هادو سرقوا السياره، هذيك الزرواطه كتكون في السياره بحسب كتكون في البيكو بحسب ما صرحوا به العائله ديال الضحيه. كيف يعقل غادي يجبدوا الضحيه ويضربوا الراس ديالو ويضربوا الصدر ديالو ويطلقوا قرطاس اخر، لان لقاو كيف قلت شظايا مهمه اللي طلقات بعين المكان من غير جوج ديال الرصاصات اللي جاو او القرطاسات اللي جاو للضحيه تسددوا ليه. اذا هادو ما كانوش كيتيريو فيه عن قرب، كانوا كيتيريو فيه عن بعد. داكشي علاش جوج ديال القرطاسات جاو فيه والقرطاس الاخر ما جاش فيه. يمكن وربما الضحيه كان جبد ديك الزرواطه تيقاومهم. هذا هو المبرر الوحيد وهذا هو التفسير الوحيد لوجود هذيك الزرواطه اللي تلقات بجنب الضحيه واللي من المعلوم كان خصها تبقى في السياره. على أي تم نقل الجثه للمستودع الاموات. تخبرت النيابه العامه بالامر. كانت اولى الابحاث والتحريات كانت مع الوالدين ديال الضحيه. الوالدين ديال الضحيه شادين في الاقوال ديالهم، تيقولوا باللي هذا الولد ما ساكن شي معنا، تيجي تيزورنا في هذه العطله، تيخدم مع خوتو، هو طالب دكتوره. الوقيته اللي تيجري عنده صحابو تيمشي تيبقى معاهم، ومره كيبات عنده واحد صاحبو اللي هو الصديق المقرب ليه، وطالبوا الجدرميه بهذا الصديق المقرب. واحد من الساكنه ديال الدوار تقريبا جابوه تمايا، قال لك اودي بالفعل صاحبي الله يرحمه انا كنت معاه البارح. فين كنتو؟ قال لك كنا مع شي صحابنا في الفيلاج، واحد القهوه كاينه تما، بقاو مجموعين معاش تفارقتوا. وقال لك اودي ما نقدرش نقول لكم بالضبط الوقت بالتحديد، قال لك 10 ونص 11 في التوقيت هذا. شكون كان معكم؟ قال لك اودي كان صاحبنا فلان وفلان وفلان وفلان. جابوهم الجدرميه، قال لك اودي بالفعل كنا تما، والوقيته اللي وصلت تقريبا ديك 10 ونص، قال لك كل واحد بدا تينصرف ومشينا بحالنا كاملين. صاحبنا الله يرحمه بقى هو وهذاك الصديق المقرب ليه اللي تيسكن في نفس المنطقه اللي تيسكن فيها هو، وركب معاه في البيكو. هو هذاك الولد قال لك ودي صاحبي فعلا موالف تيبات عندي، انا صاحبي قريت انا وياه، وحتى فاش خدينا الباك مشينا تنقراو في مراكش. قال لك انا ما قدرتش نكمل الدراسات ديالي تما، خرجت جيت هنايا تنخدم على راسي، تزوجت درت وليداتي. قال لك هو بقى تيقرا، ولكن بقات الصحبه متوطده ومترسخه، بقينا الوقيته اللي تيجينا راه تنتلاقاو، مره تيبات عندي مره تنبات عنده، وهذه وهذه وهذه. هذه الهضره اللي تيقول هو. ايوا فين تفارقتي معاه؟ قال لك اودي راه لما جينا من الفيلاج حطني حدا مدرسه. شنو مدرسه؟ قال لك مدرسه الابتدائيه. قال لك هذه هي الطريق ديالي منين تنطلع انا، تنطلع انا على اليسار، هو كيكمل الطريق ديالو تو دروا. هاد السيد هذاك الوقيته اللي تفارقتي معاه كان مع شي حد؟ قال لك ودي لا ما كان مع حتى شي حد. زين نقول واحد القضيه، الغابه اللي تلقى فيها الولد مقتول بالقرطاس بعيده على ديك المدرسه الابتدائيه تقريبا بواحد المسافه ديال 400 او 450 متر. على عين منطقيا، وإلا شفنا هاد القضيه في الاطار ديالها العام، واش غتبان لينا بان القتل ديال هاد الولد كان مقرون بالسرقه، اي بدافع سرقه السياره ديالو. للناس ديال الدرك الملكي بعثوا واحد البرقيه استعجاليه لجميع السدود الامنيه ديال الشرطه وديال الدرك الملكي والمراكز والمخافر ديال الشرطه بان واحد السياره ها الماتريكيل ديالها ها المواصفات ديالها بانها راه تسرقات وهاش واقع شواق. ولكن مع الاسف ما كانش شي رد، السياره غبرات وكأن الارض شقات وبلعاتها. سؤال، واش يمكن هاد الناس هادو يجيو لهذاك الدوار اللي هي منطقه مسدوده؟ وانا شنو كنقصد بمنطقه مسدوده؟ واحد الناس غيجيو يسرقوا لك من الدوار ديالكم، والدوار فيه ساكنه كثيره، سكن هنا سكن هنا سكن هنا، غيتبعوك حتى لتما وياخذوا منك حتى الطوموبيل ديالك. شادو شي عصابه ما عندهم ما يخسروا، ربما حتى السلاح الناري سارقينه يمكن. ولكن واش غيجيو حتى لتما؟ يمكن يمشيو يسرقوا في بلاصه اخرى، يسرقوا شي سياره رباعيه الدفع، يمشيو يهجموا على شي هونغار ولا شي ديبو ولا شي حاجه اللي فيها فلوس. علاش بالضبط جاو لهذاك الدوار؟ ونزيد نقول واحد القضيه، هذيك المنطقه اي الغابه اللي تلقى فيها الولد مقتول بعيده كل ابعاد الحدود على الطريق الرئيسيه. اي هادو اللي جاو نقدروا نعتقدوا بانهم برانيين، غيجيو لمدينه بن قرير وغادي يدخلوا بيست وغادي يضربوا مسافه طويله بزاف ما بين الطريق الرئيسيه باش يدخلوا عند هذاك الولد يسرقوه. الا كانوا هما
ناس وحدين من الدوار وغادي تجرى بحث في هذه القضيه، ناس ديال الدرك الملكي شافوا طالعوا في الروجيستر تابع للجماعه بان شي حد اللي عنده الرخصه ديال حيازه السلاح او استعمال السلاح. والغريب ان هذيك المنطقه هي ماشي منطقه صيد، والبحث اللي داروا الجدرميه من بعد لقاو بان حتى شي حد من هذاك الدوار او من هذيك المنطقه ككل كيستعمل او عنده شي رخصه حمل السلاح نهائيا. اذا هادو اللي عندهم السلاح وقتلوا الولد جاو من شي منطقه اخرى، منطقه اللي هي برانيه، منين جاو الله اعلم. هنا الابحاث والتحريات اللي غادا تنجز واستمعوا الجدرميه الوالدين ديال الضحيه وحتى الجدرميه في البحث ديالهم في الاستجواب ديالهم على العائله ديال الضحيه، بحثوا معاهم في واحد البيست اخرى بناء على هادشي اللي ذكرناه، تبين بان ربما احتمال كبير بان الامر ما تيتعلقش بالسرقه. القتل ما كانش بدافع السرقه، لان هذه قضيه كبيره، قضيه قرطاس ماشي على ود سرقه بيكوب اي عقل. ربما هذا تمويه، القضيه كانت مطروحه بقوه في القضيه وفي هذه المسطره. بحثوا معاهم على سبيل تصفيه حسابات شي عداوه قديمه هذه ولا شي حقد دفين. والدين ديال الضحيه قال لك اودي حنا بصراحه ما عندنا مشاكل مع حد، ولدنا كيجي تيزورنا مره وعنده تقريبا صديق واحد في الدوار اللي هو مقرب ليه، عنده شي صحابه ولكن خارجين الدوار تيتلاقى معاهم مره. ولكن الاب قال لك اودي الجدرميه قال ما ودي راه ماشي بالضروره شي حقد او لا شي خصام او شي عداوه، ربما شي نزاع قانوني، شي نزاع على شي عقار، شي حد تتسالوه نتوما الفلوس او لا هو تيتسالكم الفلوس، شي حد اللي نتوما معاه في شي متابعه قضائيه. وقال لك اودي واحد السيد، ايوا قال لك اودي واحد السيد انا بعت ليه الارض، هذا المحضر اللي تحرر الاب، قال لك بعت ليه واحد الارض، ها بشحال بعتها ليه، تقريبا فيها 3 ديال القطارات وشي حاجه ديال الارض، بعتها ليه بواحد الثمن. هذاك الثمن اللي تيذكر هو قال لك اودي لقيت اللي جا ولدي الصغير قال لي با هاد الارض هادي راه تتسوى اكثر من هاد الثمن باش بعتيها انت. قال لك اودي الولد ديالي ما بالدارجه ديالنا ما رضاش، ما تصرطاش ليه يبيع هذيك الارض، خاصه اللي لما قال لي ودي راني بعتها لولد فلان، قال لي راه ولد فلان هو اللي شراها من عندي. قال لي با هذا السيد هذا حنا غادي نوضوا نديروا دعوه في المحكمه بانك انت رجل كبير، وبانك كتشرب الدواء، وبانك ماشي في كامل قواك العقليه، وبان هذاك السيد غينصب عليك وشرا من عندك هذيك الارض بذاك الثمن البخس، ثمن زهيد جدا باش شرا من عندهم الارض. قال لك اودي هذه دابا تقريبا واحد اليومين، قال لك فعلا مشينا عند المحامي قدينا مع الوثائق ديالنا، وبانه غادي نجيبوا شي شهاده طبيه بانني تنشرب الدواء، وبانني لست في كامل قواي العقليه، وبان هذاك السيد نصب عليا شرا من عندي هذيك الارض اللي غادي تجري فيها بحث وغادي يلقاوها بان ارض كتسوى اكثر من ذاك الثمن، وبالتالي غيديروا لهذاك السيد اللي شرا الارض بانه نصب عليهم. قال لك فعلا مشينا للمحكمه، ولكن هذا السيد اللي شرا من عندك انت الارض في خبارو باللي نتوما مشيتوا ليه للمحكمه، قال لك اودي لا ما في خباروش، ولكن مشى عنده ولدي وهضر معاه قال لي ودي حنا غادي نردوا لك فلوسك وغادي نزيدوك عليها شي حاجه ورد لينا الارض ديالنا. قال لك ولكن هذاك السيد ما بغاش، قال لكم مشى عنده ولدي المره الاولى وعاودت مشيت انا وولدي عنده المره الثانيه، ولكن ما في خباروش باننا رحنا مشينا للمحكمه بان المحامي راه غادي يرفع دعوه. ولكن الجدرميه سولوا قالوا لي ودي واش هاد القضيه هذه كان فيها شي خصام، كان فيها شي جدال تبادل في الكلام؟ قال لك اودي هي فعلا هذاك السيد راه تخاصم مع الولد ديالي وتدخلوا بعض الناس، ولدي كان كيقول لي بلي انت نصبتي على الاب ديالي وبلي هاد الارض حنا غنردوها، الاخر تيقول لي هو بهذا المعنى هذا ودير اللي بغيتي والمخيل في خيل الكركبي وكذا وكذا، وبقاو تدخلوا الناس بيناتهم. هي في الاول قال با قال لي هاد القضيه من فيها غير القانون، غنديروا محامي وغنديروا كذا وغنديروا كذا. جابوا الجدرميه هذاك السيد اللي اشترى من عندهم الارض، شاب تقريبا في العمر ديالو ديك 34 35 سنه، قال لك اودي بالفعل انا اشتريت من عند هذا السيد بالوراق ديالي، ها هما اتفقت معاه على الثمن وها بشحال شريت من عنده. قال لك اودي بعد دازت واحد الايامات قليله شي شهر ولا اكثر، قال لك جا عندي هو وولدو قال لك لا غادي نردوا لك فلوسك ترد لينا الارض ديالنا.
انا ما يمكنش ليا نرد لهم، انا شريت من عندهم وخلصتهم، متفقين على الثمن بشكل رضائي، انا ما يمكنش ليا نعاود نعطيهم نسلمهم الارض. غريب. وبحثوا مع الجدرميه وتاكدوا بان السيد هذا داروا بيركيزيسيون في الدار ديالو بانه ما كيحمل لا سلاح ناري، ما عنده ترخيص. قلبوا الدار تما في الجنبه ديال الدار، ربما السياره تكون عنده تما، يمكن قلبونا، ولكن مع الاسف ما لقاو حتى شي حاجه. طلقوا السيد مشى في حاله. الحدود الساعه الجدرميه ما توصلوا حتى شي معطى جديد، شي معطى اللي يقدر يبشروا بالخير، ولا شي بيست جديده يبداو فيها البحث ديالهم. بقاو تيبحثونا التقرير ديال الطبيب الشرعي ما فاد حتى شي معلومه، فقط قال لك ودي جوج ديال القرطاسات، قرطاسه جات له على المستوى الوجه ديالو، قرطاسه جاتو في القفص الصدري. كان الوفاه امر حتمي في هذه القضيه، ولكن الطبيب قال لك ودي ما لقاش اثار المقاومه، اي الضحيه ما كانش يقاوم الجاني او الجنود ديالو. ربما كيف قلت انا القتل كان عن بعد، كانوا تيتيروا فيه من بعيد، واخا هو جبد هذيك الزروطه ديالو ما عرفتش، ولكن ما لقاش بعض الخلايا الجلديه تحت الاظافر ديالو اللي تفيد بانه كان تيقاوم، كان تيشد في شي حد. ناس ديال التشخيص القضائي كذلك داروا واحد المسح دقيق بعين المكان من مسرح الجريمه، ما هزوا حتى شي حاجه اللي مهمه. ولكن شنو اللي غادي يوقع؟ واحد سيد من الدوار ديالهم، هاد السيد عنده دوك التراكتورات وعنده دوك الماكينات ديال الحصاد، هذا هو مصدر الرزق ديالو. في وقت الحصاد راه كيهز الماكينه ديالو بحسب الهضره ديالو، قال لك ودي تمشي للغرب تيحصد الناس تما، وتيحصد حتى الناس ديال الدوار. في وقت الحرث راه تيحرث للناس. قال لك ودي انا اخر مره غنشوف فيها الضحيه الله يرحمه، لان هاد السيد هذا جا تيعزي والدين الضحيه وجبد معاهم الهضره، قال لي ما ودي راه في هذيك الليله راني تلاقيت معاه. ما عادش تلاقيتي معاه؟ قال لك ودي تلاقيت معاه ميقات تقريبا ديك 10 ونص 11. قال لك انا كنت غادي للحصاد، غادي للغرب، غادي بديك الماكينه ديال الحصاد. قال لك وكان معايا فلان وفلان، كانوا معاه جوج ديال الناس. قال لك وانا اللي كنت صايق. قال لك دزنا من حدا المدرسه كانت واقفه واحد الطوموبيل تما. قال لك واحد كاس بيضاء. ايوا قال لك ودي بان ليا ولدكم وقف البيكوب ديالو ونزل من حداه صاحبه، ولد فلان اي صاحبه داك الصديق المقرب ليه. قال لك لما نزل من حداه زاد هو بالبيكوب ديالو، هذاك صاحبه ركب في هذيك الطوموبيل البيضاء وركب في الكراسي الخلفيه. قال لك حنا جايين تنشوفوا هادشي في الليل. قال لك دزنا ومشينا في حالنا. ايوا من بعد ما سمعتوا شي طلقات ناريه، قال لك اودي لا، لان هو تيقول في هذيك الليله اللي سمعوا فيها الناس القرطاس ميقات ديك 10 ونص 11، هو تيقول لك فعلا مع ديك 10 حنا خرجنا الماكينه ديال الحصاد غادي نشدوا الطريق. قال لك ما كنبغيوش نشدوا الطريق بالنهار، لان بالنهار تكون الطريق عامره، والماكينه راكم عارفين بان تتشد واحد المسافه، واحد المساحه كبيره في الطريق السيار الوطنيه. قال كنخليو حتى الليل كيكون احسن. الهضره وصلها للجدرميه، جابوا السيد كيبحثوا معاه، اكد لهم نفس الاقوال بان الصديق ديال الضحيه نزل من حدا صاحبه من البيكوب وجا ركب بحدا الطوموبيل كاس بيضاء اللي كانت واقفه في جنب المدرسه، وركب في الكراسي الخلفيه. اش كيعني هذا الركوب ديالو في الكراسي الخلفيه؟ بان الكراسي الاماميه عامره، كاين الشيفور وكاين اللي حداه، دونك هو ركب اللور. ولكن هاد الصديق ديال الضحيه لما جابوا الجدرميه تيبحثوا معاه، قال لك اودي فعلا انا تفارقت مع صاحبي حدا المدرسه، ولكن ها الشاهد تيقول كلام اخر. وجابوه هذوك الجوج اللي كانوا مع الشاهد في ديك الماكينه ديال الحصاد، قال لك هي شفناه نزل وركب تما، ولد فلان شفتو بعين، قال لك هو. عاودوا جابوا الجدرميه السيد اي الصديق المقرب للضحيه، جبدوه مع الجدرميه الهضره، ولكن هو تاكد الاقوال ديالو. قال لك انا في ديك الليله فعلا تفارقت مع صاحبي، ما قدرش نحدد لكم الوقت معاش بالضبط، وما عرفتش حطني تما، هذيك هي الطريق ديالي، تنطلع على طريق المدرسه، هو تيكمل الطريق ديالو نيشان. ولكن ديروا لي ودي ما ركبتيش في شي كاس بيضاء. علما نقول متابعينا الكرام واحد القضيه باش نكونوا موضوعيين، ان حتى الانواع ديال السيارات استعاره تنعطيو الانواع ديال السيارات غير باش ناكدوا ونعطيو واحد الوصف. قال لك اودي لا انا ما ركبت حتى شي سياره، قال لك مشيت للدار ديالي. غريب، ولكن الناس شاهدين. قال لك اودي شفناه
احنا تنعرفوش، راه ما يخفاش علينا ولد فلان قال لك ركبتيه في الطوموبيل واجهوا معاه. قالوا لي ركبتيه في الكراسي الخلفيه ديال السياره. ولكن هما هاد الناس هادو هاد الشهود قال لك ودي حنا غاديين بالماكينه، ما بقيناش كنشوفوا واش هذيك السياره الكات بعد ما طلع فيها هذاك الولد واش دارت ديبار ديمارات وزادت او لا بقات واقفه، وما سمعناش صوت البارود من بعد. لا ربما لان الصوت ديال الماكينه الحصاد مجهد، وربما هما زادوا بعدوا شويه على ذاك المنطقه، احتمال كبير يكون ما سمعوش البارود. مأكدوا قال لك ودي لا صراحه ما سمعناش صوت. ولكن هذا الولد ركب في الكات البيضاء. الولد شاد في الاقوال ديالو قال لك لا سيدي ما ركبتش. في الشهود كيأكدوا بانه هو، وهو تيقول لك ودي لا، كاين فيه نفي تام، لانه فعلا يقدر يكون ماشي هو، ربما دوك الناس تشابه ليهم. ولكن هو تيقول لك ودي لا نزل من البيكوب ديال الضحيه الله يرحمه. ربما السيد كينكر، يمكن هذا انكار عليه. نطلقوا السيد وشاف حاله، بقاو الجدرميه تيبحثونا داروا الجدرميه تعياو. في الاخير المطاف رجعوا رجعوا للشاري اللي شرا من عند الاب الضحيه الارض. ولكن ما رجعوش عنده، ما استدعوش، ما جابوش تيستجوبوا ولا تيصندقوه، لا. لان في البحث معاه السيد كان تيهضر كانه ماشي من الواجب على الناس او ماشي من الحق الناس ديال الدرك الملكي يجيبوه، لانه هو باع شرى الارض من عند السيد. دونك انا لا جايبيني هنايا. اكثريه هاد الناس هادو اللي تيستعملوا هاد الحق والواجب مع الناس ديال الدرك الملكي وما تيرضاوش يستجوبوهم وكذا وكذا، تيكون عندهم شي حاجه تيخبيوها. داروا الجدرميه تاعياو. في البريفينغ اللي كانوا تيديروا كان واحد النوع من اختيار انهم تقام واحد الحراسه على التحركات ديال شاري الارض، ما من تيمشي فين تيجي، علما ان الشاهد قال لك ودي انا شفت طوموبيل واقفه تما جنب المدرسه كات بيضاء استعاره. ولكن هاد الشاري هذا اللي شرى الارض ما عندوش شي سياره من هذا النوع ولا من هذا اللون او من هذه المواصفات. ولكن مع ذلك قالوا ربما بما ان الناس قال لك ودي شفنا واحد نزل من البيكوب ديال الضحيه وقالوا بلي راه صاحبه وركب في الكراسي الخلفيه، اذا السياره كانت عامره القدام. مادام هو ركب اللور اذا القدام كانوا الكراسه بجوج عامرين، اذا كان معاه شي حد. قالوا ربما الشاهد كان معاه شي حد اخر، وربما هما اللي صفاو الضحيه. قالوا نديروا واحد الحراسه نشوفوا هذا السيد هذا مع من تيتلاقى. وبالفعل الابحاث في التحريات والمراقبه عطات واحد التمره، عطات الاكل ديالها، والمجهود ما مشاش هباء منثورا. البحث السري اللي دار عليه تبين بانه فعلا هذا السيد اللي شرى الارض عنده واحد ولد خوه تقريبا في العمر ديالو ديك 30 عام. هذا السيد اللي شرى الارض في عمره ديك 34 35، ولكن ولد خوه تقريبا قريب ليه في السن، في عمره ديك 29 30 عام. تيتلاقى معاه. هذاك ولد خوه ما ساكنش في نفس الدوار ديالهم، تيسكن في منطقه اخر خارج النواحي ديال بن قرير، وعنده واحد الكاس بيضاء استعاره، اي نفس المواصفات ديال السياره اللي كانت مستوقفه بجنب المدرسه. والبحث اللي تقام والحراسه السري اللي تقامت عليهم تاكدت بانهم تيتلاقاو من حين لاخر. مره هذاك ولد خو تيجي عنده الفيلاج، ومره تيجي عنده حتى الدار ديالهم، ومره هاد الشاري هو اللي تيمشي عنده للدار ديالهم خارج نواحي ديال بن قرير. عندهم واحد الفيرما تما. الجدرميه تجندوا، وبعد الاستئذان ديال النيابه العامه مشاو لهذا الولد هذا اللي خارج مدينه بن قرير. دخلوا تمايا تيقلبوا، لقاو بعد البيكوب كاينه في ديك الفيرما. الاب ديال هذا الولد اي اخ الشاري، لان كيف قلت الولد اللي عنده السياره كات بيضاء هو ولد اخ الشاري، متقاربين شويه في العمر، ولكن اخ الشاري رجل كبير شويه. قال لك اودي بالفعل هاد البيكوب هادي كان جابها ولدي. قال لك ما سولتوش عليها. قال لك هو اللي مكلف هنايا هو وخوتو. قال لك ما سولتوش على البيكوب منين جابها، ولكن خوتو لما استجوبوهم الناس ديال الدرك الملكي قال لك اودي راه جابها ليه عمنا اي اللي اشترى الارض. قال لك راه يمكن بيعها عليه. قال لك ما حكرناش معاه في الهضره. قال لك لان عندنا بزاف ديال البيكوبات هنايا تنخدموا بهم.
ولكن البيكوب اللي لقاو عندهم هي نفس الماتريكيل ديال المالك ديال السياره، اي الاب الضحيه. وديت السياره هذه راه مسروقه، فين الولد ديالكم؟ قال لك اودي راه ما كاينش هنايا. قال ما عندكم شي بندقيه؟ عندكم شي؟ قال لك هي عندنا. فين هو؟ قال لك ها هو جابوا لي مسلاح. الاب قال لي ما ودي ها هو عندي في البيت ديالي في غرفه النوم ديالي. قال لي وقتاش استعملتي انت هذا السلاح هذا؟ وقال لك مده هذه، قال لك مده طويله تقريبا واحد 3 سنين ولا 4 سنين ما بقاش تستعمل. لان الجدرميه قالوا لي ودي اخر مره خرج منه القرطاس هاد السلاح هذا، قال لك 4 سنين هذه ولا 3 سنين ما قالش بالضبط. حجزوه الناس ديال الدرك الملكي وحجزوه هذيك السياره، والولد ديالو اللي هو الولد الصغير صدرت في حقه مذكرات بحث لانه لاذ بالفرار، ما بقاش يجي للدار ديالو، ما بقاش يدار تما في النواحي ديال الفيرما. فين يمكن يمشي هذا الولد؟ قال لك اودي ما نعرفوا فين يمشي. جابوا اللي شرى الارض. كيف يعقل ان هذا السيد عنده كاس بيضاء وعندك انت علاقه به، كتمشي معاه وتجي معاه، وهي نفس السياره اللي طلقات وركب فيها الصديق ديال الضحيه؟ القضيه لحد الان بدات تتبان بينها متشابكه. جابوا الشاري اللي شرى الارض، الشاري اللي شرى الارض وجاوب هذه القضيه، قالوا لي ها البيكوب ها هي عنده. وجابوا خوت هذاك الولد اللي عندهم الكاس بيضاء، قال لك اودي باللي عمنا هو اللي جاب الخويا هذا البيكوب. قالوا لي وها انت ولاد خوك تيقولوا باللي انت اللي جبتي البيكوب. سيد تواجه بهذه القضيه ما لقى فين يهرب، اضطر انه يعترف لهم، ولكن الاعترافات ديالو كانت غير محسوبه، والتفاصيل ديالها غير متوقعه في هذه القضيه هذه. قمه الغدر. قال لك اودي انا فعلا شريت من عند هذاك السيد هذيك الارض، وهذا الثمن باش شريتها من عنده. قال لك دازت تقريبا واحد المده ديال شهر ونص، قال لك جا ولدو تيقول لي لا غنردوا لك الفلوس وهادي وهادي وهادي. ملي ما تفاهمتش معاهم ما بغيتش يرد لهم الارض. قال لك دازت شي يامات هو يجي عندي واحد الولد، ولد الدوار ديالنا. شكون هو؟ قال لك فلان. شكون هو فلان؟ هو الصديق الضحيه، الصديق المقرب ليه. قال لي يا ودي راه فلان اي صاحبي اللي لقاوه مقتول، قال لي راني مشيت معاه هو وباه، راني مشيت معاهم اليوم للمحكمه ودزنا عند المحامي، وها الحوار اللي دار بينهم وبين المحامي، راه باغيين يرفعوا عليك دعوه وباغيين يديروا بان السيد اي بواه راه باع لك الارض لانه ماشي في كامل القوى العقليه، وبانه تيشرب الدواء، وبانه كذا وبانه كذا، وبان المحامي وعدهم قال لي مودي ارضكم انا غادي نرجعها لكم. قال لي مودي انا ملي سمعت هاد الهضره وانا شاري ديك الارض بثمن بخس وهي تتسوى اكثر، لان جات نشوفها بان غتضيع مني. ونزيد نقول واحد القضيه، هذا المرقاق هذا اللي جا عندهم اي صديق الضحيه المقرب، لقيت اللي جا عندهم وتيقول لهم هاد الهضره، تلاقى معاهم في الفيلاج، تلاقى معاهم في واحد القهوه، تلاقى مع الشاري، والشاري كان معاه ولد خوه اي مول الكاتكات البيضاء، وسمعوا هاد الهضره هذه واتفقوا بيناتهم. قال لي غادي نصفيوها لي اي اللي شرى الارض مع ولد خوه. ولد خوه قال لي انا غنهنيك منه. قال لي شكون هذا؟ قال لي هذاك خينا، قال لي راه شبعان، عند بالو قاري وعند بالو كذا، عند بالو راه قافز وكذا وكذا، غيحيد لنا الارض. قال لي انا غنهنيك منه. واتفقوا واحد الاتفاق، ومعاهم هذا خينا هذا الصديق المقرب، الشيطان المقرب للضحيه، معاهم في هذا الاتفاق. هو اللي استدرجوا ليهم، قال لي مودينا حنا غنبقاو في الفيلاج ها ما عادش غنتحركوا في ديك الليله. ودار معاهم، قال لي مودينا غادي نجيبو وانتم غتسناوني تما، واش كاين اش كاين اش كاين. هذاك الولد مشى سرق لبواه السلاح الناري من البيت ديالو وجابو معمر بالقرطاس، وجا بقاو تيتسناو الضحيه تما هو وصاحبه. الوقيته اللي نزل الصديق المقرب ديال الضحيه من البيكوب، ومول البيكوب زاد اي الضحيه زاد، ركب معاهم فعلا، ركب معاهم. اي الشهود ما كذبوش عليه وما رماوش عليه الباطل. قال لك شفناه ركب معاه واكد، اكد من بعد. حتى الشاري دابا قال لك اسيدي ركب معنا وتعقبناه. الوقيته اللي داز على طريق الغابه تبعناه حنا تما، بقينا تنكلاكسونيو عليه. واحد الوقيته ضوبناه، الوقيته اللي ضوبناه وقفناه، هو جبد هذيك الزرواطه، قال لك ولد خويا نزل من الطوموبيل وجبد هذاك السلاح ديالو، بقى تيتيري فيه. الاول ما جاتش فيه، الثانيه المهم طلق عليه تقريبا 5 ديال القرطاسات. وحتى لما غادي يطلق عليه القبض اكد، قال لك ودي 5 ديال القرطاسات اللي طلقت عليه تطاح على الارض. واش درتو؟ قال لك هزينا البيكوب. وعلاش خداو البيكوب؟ من اجل التمويه. كيتفرجوا في الافلام الامريكيه بزاف، لا حقا نقتلوه ونسرقوا البيكوب، واخا حنا ما عندنا ما نديروا بها، وماشي هي اللي تتهمنا،
باش الجدرميه يمشيو مدفقين. هذه هي الهضره ديالهم. كاين بعض الناس سبحان الله تتسمع في المقاهي ولا هذا عندهم هاد الهضره هذه، هضره تتعصب شويه. على اي عاودوا الجدرميه جابوا الاب ديال الضحيه، قالوا لي واش هاد الصديق ديال ولدك كان معاكم لقيتني مشيتي عند المحامي؟ قال لك ايه مشى معانا. مشيتي انت وياه وشكون؟ قال لك مشيت انا وولدي الله يرحمه ومشى معنا صاحبه. اذا الشاري ما تيكذبش بان فعلا هذاك خينا غير تفارق معاهم، خرج من عند المحامي جا عنده القهوه تيجري في الفيلاج، قال لي راه بغينا نرفعوا بك دعوه. ما عرفتش واش تملقا ورغبه في شي استفاده غيستافدها من الشاري، او ربما حسدا وحقدا على الصديق ديالو الله يرحمه. لقيت اللي جابوا الصديق المقرب للضحيه واجهوا مع شاري الارض، اعترف قال لك اودي بالفعل انا جيت قلت لي ولكن انا غير بغيت نخبرو صافي، انا ما قلتش ليه نوض قتليه ولا كذا ولا كذا. فعلا لقيته مع ولد خوه وهالهضره اللي قالوا تما، وقالوا بلي هاد الهضره تبقى بيناتنا. انت واخد شي فلوس واخد شي حاجه فاش قال لك اودي لا ما واخد حتى شي حاجه، شنو تدير انت في حياتك؟ هو قال لك انا عندنا البهيم ديالنا وعندنا الفلاحه ديالنا، اي تبين بان ما عنده حتى شي استفاده. جا كيتملق للقتاله تيقول لهم هاد الاخبار بان راه فلان مشى دار بكم دعوه وراني يلاه تفارقت معاهم وكنت معاهم عند المحامي، ما عنده حتى شي استفاده في هذا الشيء كامل. ولكن ربما حقدا او حسدا او غيره من الضحيه صاحب الله يرحمه، ما عرفتش، صديق مقرب ليه ومره تيبات عنده. ولد اخ الشاري اي اللي استعمل السلاح الناري هو اللي قتل الضحيه، بقى محوت عليه يمد ليه مده تطلق عليه القبض. تقدموا هاد الناس هادو ثلاثه للعداله، شحال غادي يتحكموا؟ هذاك الصديق ديال الضحيه غادي يتحكم 30 سنه، لان هذا تخطيط كانوا مخططين لبعضياتهم. اللي استعمل السلاح الناري تحكم بالاعدام، مع الاسف عقوبه موقوفه التنفيذ. واللي اشترى الارض تحكم بالمؤبد. كانت هذه مسطره لحلقه اليوم. شنو المستفاد متابعينا الكرام؟ انا ما غاديش نهضر على هذا الولد بغى يدافع على الحق ديالو، حق بواه كيشوف بان بواه شرا باع واحد الارض بواحد الثمن بخس، نظر لها بانها نصب من الشاري، يمكن كيقول راه هذا اللي اشتراها نصب علينا، ما عرفتش. ولكن انا غادي نشوف بان هذا الصديق المقرب للضحيه اكبر خيانه هو يخونك الصديق ديالك، شي يخونك العدو ديالك متوقعه، ولكن الضربه اللي تجيك من قريب كل ما كانت من قريب كل ما كتكون شديده القوه. نتمنى متابعينا الكرام ان الرساله تكون وصلت، وكانت هذه مسطره لحلقه اليوم. اشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.